السلام عليكم أصدقائي وأعزائي المشاهدين. اليوم راح نحكي قصة بعنوان الأستاذ الجامعي والتلميذ. أكو يوم من الأيام كان طالب كلية دا يدرس دراسات عليا، دا يدرس دكتوراه. فهذا الأستاذ الجامعي كان هذا التلميذ جدا عبقري ومجتهد ومميز عنده. فصادف بيوم من الأيام ترك لمدة فترة أسبوع إلى أسبوعين. فهذا الأستاذ الجامعي افتقد التلميذ مالته العبقري اللي هو كان يدرس عنده بمرحلة الدكتوراه. فقرر أن يروح له للبيت. فويا ما راح له للبيت تفاجأ من شاف البيت مالته قاعد. بيته عبارة عن غرفة بسيطة متواضعة، يعني فد وضعية مؤلمة. بيته عبارة عن غرفة واحدة. فويا ما شافه والتقى بي ودخل وقعد يمه بالبيت، فجاب له شاي حتى على مود يشربه، قدم له يا تلميذ مالته. فسأله الأستاذ الجامعي قال له أنا افتقدتك وانت من الطلاب المميزين عندي، وانت شخص طالب عبقري، شنو السبب انه انت ما قاعد تجي للكلية مدى الدوام؟ شنو السبب؟ فجاوب التلميذ قال له أنا دعاني من وضعي المادي، وضعي المعيشي جدا صعب، لأن كان عندي كم فلس وجبت بيهن باقة فجل وخبز حتى على مود أعيش بيهن. هاي هل كم درهم هل كم فلس اللي كان عندي حتى أقدر أعيش بيهن. وأنا قررت، يعني بيني وبين نفسي اتخذت قرار أن أترك الدراسة وأترك العلم وأروح أتوجه للعمل، لأنه العلم والمعرفة والثقافة ما توكلني، مو مصدر عيشي. فالعمل هو اللي أقدر أطلع من عنده فلوس، أقدر أجيب من عنده فلوس أقدر أعيش بيه. فبقى يستمع له الأستاذ مالته وتألم من كلامه. فاش قال له أنا راح، الأستاذ قال له أنا راح أنطيك فالدرس إنه تتعلم من عنده وتتعظ من عنده، يخص هاي حالتك ووضعيتك. فقال له شنو هذا الدرس؟ فانطاه، مد ايده على جيب الأستاذ، انطاه خاتم مال ذهب. قال له هذا أريدك تاخذه تروح تبيعه، وورا ما تبيعه تجيب لي ثمن مالته وتجيني للكلية. فالطالب مالته أخذه وراح باعه بثمن غالي جدا. وراح بي أخذ المبلغ، طبعا وداه للصايغ مال ذهب، باعه ووداه للأستاذ مالته. فالأستاذ مالته شكر من عنده وقال له هذا مبلغ جدا قيم، منين انت بعت هذا الخاتم مال ذهب؟ منين بعته؟ فسأل تلميذه قال له انت منين بعته، من يا مصدر؟ فالتلميذ مالته قال له أنا بعته للصايغ مال الذهب، فقدر ثمنه وأنطاني إياه وأنطاني مبلغ قوي. فايش قال له؟ فايش جاوب الأستاذ مالته؟ قال له زين أنت ليش ما بعته لأبو الخضرة لأبو الفجل اللي اشتريت من عنده؟ قال له لأنه أبو الفجل ما يقدر ثمن الذهب، ولا راح يعطيني بيه سعر غالي، سعر ثمين. فاش قال له أنا ليش أنطيتك هاي الحالة؟ لأنه العلم نفس الحالة، العلم أيضا ما حد يقدره إلا صاحب العلم. أصدقائي وأعزائي المشاهدين، إلى حد هنا تنتهي هاي القصة. وإذا عجبتكم هاي القصة شاركوها ويا الأهل ويا الأقرباء ويا الأصدقاء، وشيروا هاي القصة في كل مكان. ولا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس وتدوسوا لايك، وانتظروني في حلقة أخرى مع قصة أخرى. وشكرا لكم وإلى اللقاء.